طبعًا كلنا شُفنا الموقف اللي حصل من الفنان محمد فؤاد مع الدكتور مصطفى بتاع الطوارئ في مستشفى عين شمس التخصصي. الموقف أنا عن نفسي لمّا شُفت الفيديوهين اللي كانوا نازلين بقى لهم يومين، لإن مش باين فيهم مين اللي ابتدى الخناقة، وقُلت ما تتسرعش لغاية لمّا نشوف الحقيقة فين، فطلع لنا امبارح فيديو تالت لكاميرا المراقبة اللي موجودة في الطوارئ بتاعة مستشفى عين شمس، دخل يسلِّم على الدكتور، والدكتور زي ما شُفنا في الفيديو بيسلِّم عليه بمنتهى التناكة اللي هو أهلًا، ولا كإنه شايف حد قدّامه. محمد فؤاد اتخض من رَد الفعل، ثانيًا ده أنا خِلّك معايا أخويا عيان، بيقول له: "أنت إيه باين عليك إنك أنت مش نايم كويس شويتين." بيلقّح عليه، ودي تناكة أنا آسف ما تزعلوش منّي عند أغلب الدكاترة وبالذات في المستشفيات الحكومية، بيتعاملوا مع المريض ومع أهله كإن هم ناس جاية من كوكب تاني، إن هم طبقة تانية، بيدّيك الكلمة بالقطّارة. فكان رَد فعل محمد فؤاد قال له كلمة الله أعلم، لكن اللي ابتدى هو الدكتور، راح مادد إيديه وركله برجليه، وكان بيحاول يتعدّى عليه، وطبعًا هم رايحين مشحونين. ما هم معاهم واحد عايز يعمل دعامتين، فابتدت تحصل مشادة، المشادة قلبت بخناقة، الموقف ليه أبعاد كتير، المفروض إن ما يدخلش 8 تنفار مع المريض في الطوارئ، برّه مصر ما فيش حاجة اسمها إنك تدخل مع مريض، أنت بتسيبه على باب الطوارئ وهم بيتصرفوا ويرجعوا يقولوا لك إحنا لقينا إيه وهنعمل إيه والإجراءات إيه، وده اللي بيخلّينا نشوف كتير من تعدّي طول عمرنا من سنين السنين على دكاترة في الطوارئ، لإن هي حالة عبارة عن ناس داخلة ملهوفة على الشخص اللي معاها، وبتاع الطوارئ ده بني آدم بيشوف من الحالة دي بدل ال10 100 في اليوم. الدكتور اللي بيتعامل في الطوارئ أو الممرضين، أنا عارف إن أجرهم أو الساعة بتاعتهم الطبية أقل أجرًا من كتير من زمايلهم اللي في نفس المجال، لإن من الواضح ومن تجربتي مع والدي الله يرحمه في مستشفى برضه عين شمس، ردود أفعال الطاقم الطبي بيبقى صعب شويتين الواحد يتقبله، خصوصًا وأنت داخل ملهوف على اللي معاك. وشهود العيان قال لك محمد فؤاد كل اللي طلبه من الدكتور اسرع شوية في الأوراق، عايزين نشوف هنعمل إيه. طلبوا منه 70,000 جنيه يحطهم تحت الحساب، ودي مشكلة تانية. احنا ليه ما نقدرش ننجد المريض وبعدين نتكلم في الحساب؟ لا، الفلوس تتحط في الخزنة الأول. قال لهم تمام هحط لكم الفلوس حالا، بس اتصرفوا اعملوا يلا الإجراءات. الدكتور طبعا تلاقيه دخل في حته انت هتعرفني شغل يا استاذ. المشكله اللي بعد كده ودي اللي انا شايفها اخطرهم، ان التعامل مع الحاله المرضيه بقى فعلا كانه سلعه. لان محمد فؤاد لما حصل المشكله خد اخوه الحاج عبد العزيز وطلع يجري على مستشفى المبرة عشان يلحق اخوه. انسانيا المفروض تقولوا له لا، اوبجيكشن، ما ينفعش تاخده وتمشي، ده حاله حرجه. طب ليه ما يبقاش فيه بروتوكول ان لو حاله زي دي هتتنقل من مستشفى لمستشفى لازم المستشفى تطلعه في عربيه اسعاف؟ علشان كده انا ما بقتش عارف، انتوا قولوا لي رايكم ايه، مين اللي غلطان؟ هل محمد فؤاد اللي غلطان ولا المنظومه الصحيه عندنا في مصر بعافيه شويتين؟ ربنا يلطف بيا وبيكم ويبارك في صحتكم وفي اهاليكم، وما تتعرضوش ان انتوا تعدوا على طوارئ في يوم من الايام، لان المواضيع بقت فعلا تجيب جنان. السلام عليكم، تتمسوا بالعافيه.